إزاي تعمل لوجو بانر لقناة يوتيوب في 5 دقايق؟ السلام عليكم، ويلا نبدأ مع بعض على طول. في الفيديو ده هشرح لك بطريقة سهلة وبسيطة جدا إزاي تقدر تعمل لوجو احترافي وبانر مميز لقناة اليوتيوب بتاعتك، وكمان في أقل من 5 دقايق. والأجمل من كده إنك تقدر تعمل كل ده سواء من الموبايل أو من الكمبيوتر زي ما تحب. في البداية أول خطوة معانا هي إننا هنستخدم موقع كانفا. الموقع ده من أسهل وأشهر المواقع اللي بتساعدك تعمل تصاميم احترافية بشكل مجاني ومن غير ما تحتاج أي خبرة في التصميم. نبدأ الأول باللوجو. بعد ما ندخل على موقع كانفا هنروح على خانة البحث ونكتب لوجو قناة يوتيوب. هتلاقي قدامك آلاف التصاميم الجاهزة. طبعا هنركز دايما إننا نختار من التصاميم العادي اللي مش عليها علامة برو علشان نقدر نستخدمها بكل سهولة من غير ما ندفع أي حاجة. وكمان تقدر تخصص البحث أكتر، يعني لو مثلا قناتك بتتكلم عن التعليم أو الألعاب أو الطبخ أو أي مجال، ممكن تكتب في البحث لوجو تعليم أو لوجو ألعاب وهكذا. بعد كده بنختار اللوجو اللي شكله عجبنا وبنبدأ نعدل عليه شوية تعديلات بسيطة جدا. نغير الألوان، نكتب اسم قناتنا، نغير أي تفاصيل إحنا مش محتاجينها، وفي خلال دقايق قليلة هيكون عندك لوجو احترافي شكله شيك وجذاب. دلوقتي نروح للبانر. بنكرر نفس الخطوات بالظبط وبندخل على خانة البحث في كانفا ونكتب بانر قناة يوتيوب. هيظهر قدامنا تصميمات كتير مختلفة. نبدأ ندور على أقرب حاجة تناسب محتوى القناة بتاعتنا. مهم جدا في الخطوة دي إنك تاخد وقتك وتختار حاجة مريحة للعين وشكلها كويس. وبرضو زي ما عملنا في اللوجو نبعد عن أي تصميم عليه علامة برو. بعد ما نختار البانر بنبدأ نعدل فيه زي ما تحب. نغير الخلفية أو الصورة، نكتب اسم القناة أو أي معلومات إضافية، نختار الخط المناسب، ولو عايزين نضيف لمسة شخصية زي أيقونات أو ألوان معينة نقدر نعمل ده بمنتهى السهولة. وأهم حاجة خليك بسيط في التصميم علشان الشكل النهائي يطلع مريح وواضح للناس. آخر خطوة بعد ما نخلص اللوجو والبانر هنروح على قناة اليوتيوب بتاعتنا ونبدأ نرفعهم. وأول ما نعمل كده هنلاحظ فرق كبير جدا في شكل القناة. الفرق هيكون واضح بين قبل وبعد، والقناة هتكون شكلها أحسن بكتير، وده طبعا بيأثر على انطباع الناس لما يدخلوا عندك. وفي النهاية زي ما شفتوا معايا الموضوع بسيط جدا، مش محتاج أي خبرة ولا بياخد وقت ولا كمان محتاج برامج صعبة. لو استفدت من الفيديو